السلام عليكم الشيرات ومرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم ولا الاقتراح اللي راح نشارككم فيه اليوم هي خبيزات الجبن ولا الخبز القطني ولا خبز الصيفي ولا كيما تبغوا تسموه. إذا قلنا على الهشاشة راهي كاينة، إذا قلنا على البنة ما عندي ما نقولكم كيما راكم تشوفوا. نبداو الآن بسم الله، نصلوا دائما على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نجيبوا هنايا غيسيبيون تاعنا اللي نحطوا فيها كاس ونص تاع الماء يكون دافي، نحطوا فيها مغرف تاع السكر ومغرف تاع الخميره ومن بعدها خميره تاع الخبز، ومن بعدها نجيبوا هنايا الزيت نديروا حوالي 8 مغارف تاع الزيت، يعني المغرف تاع اللي ناكلوا بها الطعام ولا مغرف تاع الشوربه. كيما راكم تشوفوا نخلطوا هنايا هذيك المقادير كيما راكم تشوفوا بتفعل لنا هذيك الخميره تاع الخبز هكا. نجيبو هنايا الفارينه نبداو نحطو غير بشويه. الكاس هذا فيه 300 غرام تاع فرينه، فهمتوني شيرات؟ رايح نديرو هكينا ومن بعدين نفرغ كاع ذاك الكاس حطيناه 300 غرام كاع حطيناه. نبداو نخلطو حتى نحصلوا على قوام يكون خفيف. هنايا رايحه نزيد شويه تاع الفرينه، حوالي مغرف هكا. نبدا نخلط باليد تاعي، وإلا تبغوا الشيرات ديروا في خلاط كهربائي ديروا في البيتخان، اللي تبغوا ديروا في البيتخان ديروا في البيتخان، ثاني رايحه تساعدكم. هذه رايحه تنقص لنا الدلك. هذه الطريقه اللي راني ندير فيها، تبغوا ديروا بها ثاني مليح، يعني حوالي دقيقتين وانتم تخدموا كيما هكا، يعني يجي الخبز تاعكم خفيف بزاف وهشيش هكا. نبداو نخبطوا مليح، قلنا مده دقيقتين هكا. راني نخبط فيه راني حتى نحصلوا على واحد القوام شغل يولي كالخيط. هنايا خلاص ما خصهاش بزاف، خاص واحد شويه، يعني هذا القوام اللي كنت نحوس عليه هكا تولي دايره كيما الخيط هكا. هنايا رايحه نزيد، هنا تبان لي خلاص، شوف كي ولات دايره. خلاص هنايا صاي سيبو. هنا رايحه نكمل ندير هذيك الفرينه، يعني الكاس هذا راح نخلي منه ربع كاس، ربع تاع الفرينه. نبدا نخلط كيما هكا حتى نحصل على القوام اللي ني باغيته، يعني العجينه ما تكونش تلصق في اليد بزاف وما تكونش قاع جاريه. يسي نحط كاع هذوك الجوانب تاع الفرينه من الريسيبيون، ما خليش فيها الزوائد، ونزيد الفرينه غير بشويه. هنايا نروح نخدم باليد، قلنا دائما الفرينه نزيدو غير بشويه. هنا تخافوا منها تقولوا بلي خلاص راهي رايحه تيب السنه وكل شيء، هي لا، هنا مازال خاصها. نبقى نلم كاع في هذيك الزوائد اللي راهم في الريسيبيون تاعنا. شوفوا كي تلموها هنا تبقى لكم مازالت كي شغل تتلصق، مازالت العجينه خفيفه وتلصق في اطراف الاصابع. هنا شوفوا شا خلينا من الكاس تاعنا، يعني ربع الكاس بقات لنا صح. هنا شا نديرو، نربدو هذيك العجينه، شوفوا كيفاش جات دايره ملساء،
نروحو نديرو شويه تاع الزيت في ذيك الغيسيبيون، ونخلوها ترتاح، نغطوها ونخلوها حتى يتضاعف الحجم تاعها، نعاودو نرجعوا لها على حسب الموسم اللي نكونوا فيه. نبداو نخرجوا لها هذاك لي غاز اللي فيها، هاكا نهبطوهم كاع. ومن بعدها رايحين نقسموها على 2. هنايا على حسب ما تبغوا الشيرات، تبغوا ديروها على حسب افراد العائله، تبغوا كيما تبغوا تكبروا تبغوا تصغروا. انا درت لي هنايا درت لي 6 قطع يعني كبار، تبغوا نتوما ديروهم اقل ديروهم اقل، تبغوا ديروها كاع خبزه كبيره ديروها كاع خبزه كبيره. هنايا نغطي، انا قطعت لي 6 قرص وغطيتهم بلومه. جبت هذاك البلاطو تاعي اللي حطيت فيه بابي كويسون اللي كنت دهنته بالزيت، يعني بابي كويسون هذا راني دهنته بالزيت، ونحط هذاك القريصات عليه. نبدا نخبز فيهم كيما راكم تشوفوا هكا. هنا حاولوا شيرة انكم ما تبلاطيوهمش بزاف، يعني ترقوهم قاع ترقوهم شويه يكونوا طالعين. ومن بعدها ندهنوهم بحبه تاع بيض، حبه ولا صفار ولا كيما تبغي، درت حبه كامله. من جهه ودخرى بعد ما دهناهم نروحوا نجيبوا هنايا حبه تاع فلفله، ولا اللي كان عندك قطعيها مربعات يكونوا صغار. فلفله حمراء انا ما كانش عندي، درت طماطم حمراء درت طماطم، يعني نقلعوا من هذاك الماء ونقلعوا ذوك البذور تاعها ونقطعوهم كاريات ونحطوهم هكا من الفوق. بعد ما نحطوا هذيك الفلفله مع طماطيش فوق هذيك الخبيزات شنديروا خلاص. هنا رانا كملنا، نكونوا وجدنا الفور يكون يحمى. شيلت حنا رانا نخدموا هكا والفور يكون يسخن، نخلوها مده 5 مينوت هكا ولا قد ما ترتاح لنا من ذاك الخبيز اللي خبزناها. ومن بعدها ندخلوها في الفور تعطينا واحد الحموريه ونخرجوها. هنايا خلاص، هنا عطاتنا هذاك اللون الذهبي. شوفوا شيرات راني ندير في الجبن، انا عندي الجبن تاع نابولي، ونابولي يكون نديره يطيب مع هذيك مع البيض مع الفلفله، راح ييبس لي وما يجي يعني يذوب وييبس. انا شادرت خرجتهم من الفور، حطيت فوقهم هذاك الجبن. دوك نعاود نرجع الخبيزات في الفور قد ما يذوبوا لي، قد ما يذوب لي ذاك الفرماج ونعاود نخرجه. نتوما الا كان عندكم جبن اخر ديروه، انا هذا اللي كان حاضر عندي. يعني هنايا شوفوا الاجبان الشيلات قد ما تكون عندكم وديروا فيها رايحه تجيكم من اروع ما يكون، يعني تجيكم هايله بزاف. نكمل. شوفوا هنايا بعد ما ذبنا هذاك الجبن شوفوا كيفاش جات دايره، وشوفوا كيفاش جات طريه، يعني صح الشيلات جات هايله بزاف. والله والله صدقوني جات من اروع ما يكون، واللي يكلاها والله لا فرحوا بها بزاف في الدار. يعني طارت في ساعتها. كنت دايرتها للعشاء وما جيت حط العشاء حتى. شوفوا هنا كيفاش نقسمها كيفاش تجي داير، يعني جات قلنا الهشاشة كاينة والطراوة كاينة وقطنية كنت تشوفوا. وان شاء الله الشيرات كاع تجربوها وتنجحوا فيها. يعني شوف كيف جات داير، شوفوا هنا كي راهي داير من اروع ما يكون. ان شاء الله قاع تنجح لكم الشيرات. وما تنساوش الشيرات الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ما تنساوش ثاني الجام الشيرات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.